ينفع حد يطور نفسه في مجال معين من غير ما يتعلم الأساسيات بتاعة المجال ده؟ البيزكس؟ مستحيل. أي حاجة في الدنيا لازم ناخد الأساسيات بتاعتها وبعد كده نتطور، حتى في الخياطة أكيد. يعني دلوقتي احنا لو هنرسم الكم اللي هو المنفوخ البافت سليف، بنبتدي الأول بإيه؟ كم العادي، وبعد كده احنا نفتح فيه ونعمله باف. نفس الشيء في الكولا اللي هوريها لكم في الفيديو ده، هي اسمها two piece shirt collar. انا هقول two piece collar shirt عشان انا يعني ايه دي اسهل على بقي، بختصر وبنجز. two piece collar shirt اسهل، ليها طريقة رسمة معينة، والرسمة دي هي البيزك. بعد كده انا هنفذ من الرسمة دي فكرتين. منين جبت الفكرتين دول؟ من على بنترست، بس انا ما اقدرش اعرض صور الديزاينز كاملة من على بنترست. عرفت ان دي منطقة رمادية وانا بسيرش، يعني مش مفروض ادخل فيها لان في صور بيبقى عليها حقوق ملكية. وكمان عرفت ان الناس اللي بيعرضوا الديزاينز دي على بنترست بيبقوا عايزين يبيعوها، فما ينفعش ان انا اجيب الديزاين واوري الناس الفكرة بتاعت الديزاين اللي هي الكولا، اوريهم بتتنفذ ازاي، مش هيشتروا اللي بيتعرض، يعني مش حلوة يعني. اوكي. أه فكرة الفيديو ده هوريكم فيه ازاي ننفذ فكرتين متاخدة من ال two piece collar shirt الأساسية. احنا هنضيف عليهم، وهوريكم في الآخر شكل الكولا ازاي بيتغير على المانيكان. تعالوا ندخل في الموضوع على طول. دي الكولا العادية اللي بننفذ منها الأفكار التانية. كله بيبدأ بالبيزكس الأول. أنا هشف الكولا البيزك الأول، هوريكم الأجزاء اللي بتتشف منها وانفذها علشان تشوفوها على المانيكان، وبعد كده هعمل الفكرتين التانيين. أنا بس مسرعة الفيديو لأن دي طريقة الشف بتاعتها، يعني ما فيهاش حاجة، أنا مش بننفذ الكولا من الأول خالص. بعد كده بحط أجزاء الكولا على القماش. ده قماش كتان طبيعي على فكرة، بقى نادر قوي دلوقتي بصراحة، بس هو شوفوا ميزته ان هو متكرمش. شياكة الكتان الطبيعي انه يبقى متكرمش كده، يبان فيه كسرات، ده لانه طبيعي اصلا. دي الاجزاء بتاعة الكولا. بعد لما تقص طبعا بقص من كل جزء 2 عشان اركبهم على بعضيهم هيشكلوا كولا كاملة. دي الكولا البيزك العادية جدا اهي. الجزء ده بقصه لوحدي، وهو اللي بيعمل لي الجزء ده اهو، والجزء ده لوحدي، عشان كده اسمها two piece collar shirt. هو ده. اوكي. لاحظوا هنا ورا الجزء اللي فوق مغطي الجزء اللي تحت حتة واحدة. هي دي كولا البيزك. ليه بدقق في النقطة دي؟ علشان قدام شوية انا هشتغل على الجزء اللي تحت ده لوحدي والجزء ده لوحدي، ف هتشوفوا الفروقات اللي هتطلع على المانيكان. بس دلوقتي احنا بنعمل كولا بيزك وهو ده شكلها. دلوقتي انا هشتغل على الكولا من فوق في ديزاين ان الجزء ده يبقى اطول. ممكن اعمله اكتر من طول حسب ما الديزاين بيقول، فانا يعني هوريكم بس طريقة اني اطوله يبقى ازاي. دي طريقة اني اطوله اكتر اهو. ممكن اطوله كمان، مش عايزة بس ازودها قوي. خلينا يعني هو في اطول من كده بكتير على فكرة،
هو في كولات بتبقى نازلة لغاية اللي هو الجزء ما يخلص. اوكي، فأنا هوريكم أطول حاجة خالص أنا عملتها، آخر حاجة في الطول يعني، اللي هو اللي أنا رسمتها باللون الأزرق دي علشان ننفذها. أنا هشف بس الجزء اللي فوق، أوكي، اللي تحت زي ما هو أنا ما لعبتش فيه خالص. أنا بس هقص الجزء ده، هجهز الشغل وهوريكم ازاي هزود الباترون بقى من تحت. هشتغل على الجزء اللي تحت بتاع الكولا بعد لما اخلص تجهيز الجزء ده، اوكي، عشان خيطهم مرة واحدة ونقارن الرسومات اللي رسمناها. دلوقتي انا بس هلعب في الجزء اللي تحت ده، هزود الطول، اوكي. شوفوا انا هنا هشف الجزء اللي باللون الاخضر ده بس، اوكي، ومن فوق هخلي الكولا زي ما هي، اللي هي باللون الابيض، اللي هي البيزك. نخيط بقى الكولتين ونشوف نقارنهم ببعض على المانيكان. انا دلوقتي في الكولا دي اشتغلت بس على الجزء اللي فوق بتاع الكولا ده، اوكي. اخدت اطول واحد اللي هو ده، عشان كده طالعة الكولا طويلة اهي، شايفين طولها؟ اوكي. انا خليت الجزء اللي تحت زي ما هو، لاحظوا هنا مفيش برضو فرق، هنا الكولا من ورا متغطية، نفس الجزء ده ما تغيرش، يعني انا ما طولتوش وما لعبتش فيه، فلما قفلت عليه الكولا من ورا برضو ما فيش حاجة. بصوا بقى على اللي بعد دي، الكولا دي بقى انا لعبت في الجزء ده، خدوا بالكم انا هنا طولته بس، لكن ده الجزء ده هنا ده القياس بتاع حردة الرقبة اللي هتتركب فيها الكولا، ما ينفعش ان انا ازود فيها، اوكي، لكن انا اطول لان الديزاين بيقول كده، اوكي فاين، ما فيش مشكلة. انا اخدت في الكولا دي الجزء الابيض ده، هو ده اللي انا اخدته عشان اعمل الكولا دي، اوكي، وهي بيبقى شكلها النتيجة بتاعتها كده، ده بيكون اقصر، الجزء اللي فوق ده بيكون اقصر من الجزء اللي تحت، وده باين اكتر ورا اهو، ده الجزء اللي احنا طولناه اهو، اللي هو ده، اوكي، اطول من الجزء اللي هو اللي فوق، اوكي. آه، ده ديزاين، دي طريقة تصنيع لكولا، كلها بترجع لان احنا لازم نرسم الكولا الاساسية الاول وبعد كده نشكل منها الديزاين اللي احنا عايزينه. كولا واحدة وعملنا منها الثلاث كولات دول، البيزك وكولتين غيرهم، وهو ده الفرق ما بين
البيزكس الأساسيات اللي لازم تتاخد في الأول والتطوير اللي بيجي بعد كده. البيزكس دي أنا بدرسها في سمارت and loungewear، وتقدروا بعد كده تطوروا نفسكم في البيزكس بعد ما تاخدوها وتنفذوا أي فكرة انتوا عايزينها، تلاقوها على بنترست أو تلاقوها في السوق حابين ان انتوا تنفذوها، هيبقى سهل عليكم قوي بعد كده. شكرا لوقتكم، شكرا متابعتكم، وأتمنى الكونتنت يكون عجبكم. لو عجبكم please like and share، واعملوا subscribe للchannel وضغطوا notification bell. أشوفكم الفيديو الجاي.